هقول ايه بس يا اختي في جيراني اللي ما يتعشروش دول ابدا. انت عارفه يا حبيبتي ان انا طول عمري نظيفه وشملوله وحاجتي دايما زي الفل، وده علشان بقى اغسل اول باول، ما خليش غسيل يتكوم على التاني ابدا. لكن تقولي ايه بقى في الجيران اللي بيغيروا مني هيطقوا مني عشان انا نظيفه وشملوله. طب اهو عندك اول امبارح بعد ما غسلت ونشرت ونشيري كان زي الفل، ايه قلت ادلق الميه بتاعت الغسيل، رحت فاتحه الشباك على الاخر ودلقاها في الشارع. اتبي ست ام نجاة اللي ساكنه جنبينا كانت فايته تحت الشباك ونزلت عليها ميه الغسيل غرقتها. بصت لي يا اختي وراحت زعقه: ايه الميه دي ميه الغسيل يا اختي عقبال عندكم. وهي ميه الغسيل تترمي من الشبابيك برضو يا خالتي بامبا؟ اما انت امرك عجب قوي يا ست ام نجاة. ارميها يا اختي مطرح مرميها، انت زعلانه ليه؟ مش عايزاني ازعل يا خالتي بامبا؟ والميه نزلت عليا غرقتني وغرقت الهدوم اللي انا لابساها. ولا تحملي هم يا ست ام نجاة.